اوكي، انت اكيد شفت العنوان ودخلت تشوف الفيديو عشان خايف تخسر عضل، او انت بالفعل خسرت عضل ومش عارف ايه السبب اللي خلاك تخسر كل المجهود اللي انت عملته. زي ما انت عارف عملية البناء العضلي عملية طويلة ومحتاجة منك صبر واستمرارية ومجهود، اكل، تمرين، راحة. محتاج تلتزم بكل ده لفترة طويلة عشان تلاقي نتائج، فانت مش عايز تعمل الغلطات دي وتضيع كل المجهود اللي انت عملته. ففي الفيديو بتاع النهاردة انا جاي اديلك 4 غلطات واللي سهل تقع فيهم هيخلوك تخسر عضل، فيلا بينا. واول غلطه معانا انك تتمرن عدات كتير باوزان قليله، وبنشوف الموضوع ده عند شخصين. الاول بيكون جاي الجيم جديد، عنده نسبه دهون عاليه وعايز جسم مشدود، مش فارق معاه كتله عضليه. بل وساعات بتلاقي الحد اللي يقولك انا مش عايز اكون زي الصوره دي يا كوتش، مش عايز عروق ومش عايز عضلات كبيره. كان غيرك فلح. شوف، انت لو اتمرنت بمجهود عالي وعملت كل اللي تقدر عليه فانت مش هتوصل للمستوى ده بسهوله. الناس دي بقالها سنوات كتيره بتتمرن ومحترفين، وبعضهم بيستخدموا محسنات اداء. طيب وايه المشكله من الاساس لما اتمرن باوزان خفيفه؟ لما بتتمرن باوزان خفيفه عدات عاليه فانت بتضيع وقتك وبتضيع على نفسك فرصه انك تبني كتله عضليه، والكتله العضليه دي مهمه جدا ليك. ببساطه انت لما بتبني كتله عضليه فده بيزود من معدل حرقك، بمعنى انك تقدر تاكل كميات اكل اعلى وبرضه تخسر دهون، بعكس واحد تاني مش بيمارس اي تمرين مقاومه، ما عندوش اي كتله عضليه، فهيضطر انه يقلل اكله عشان يخسر دهون. مش كده وبس، انت لما بتبني كتله عضليه فبتقلل من فرصه ان جلدك وجسمك يترهل. ببساطه لما بتطلع العضلات وبتغطي مكان الدهون فجلدك بيلاقي حاجه يسند عليها، بعكس واحد تاني ما عندوش اي كتله عضليه وعمال يخس عضلات ودهون، فهنا الفرصه بتاعته بتكون اكبر انه يحصل له ترهل. وبالمناسبه في فيديو صورنا بيتكلم بالتفصيل عن الترهلات، هسيبهولك في الديسكريبشن بوكس. وطبعا لما تبني كتله عضليه وتشد جسمك ده هيديلك الشكل المتناسق، وده اللي انت عايزه. انت مش عايز تقف على الميزان وتلاقي نفسك وصلت للرقم اللي انت عايزه ولكن شكل جسمك مش حابه. وطبعا تمرين المقاومه ومع زياده الكتله العضليه فهرمون الذكوره عندك هيزيد، وده هيأثر بالإيجاب على نفسك وعلى حياتك. فانت مش عايز تسيب كل المزايا دي وتتمرن باوزان خفيفه وعدات عاليه، عشان كده اهتم بشده التمرين. وتاني واحد ممكن يقع في نفس الغلطه دي هو واحد كان بيتمرن بقاله فتره طويله وكان بيضخم ولكن نسبه الدهون عنده زادت، وسمع انه في التنشيف وعشان يخسر دهون فهو محتاج يتمرن بعدات عاليه واوزان خفيفه عشان يحرق الدهون اللي حوالين العضله. ولو عملت كده فانت بترمي مجهودك في الارض. شوف، انت من الاساس اللي خلى جسمك يبني كتله عضليه هو انك بتتمرن بشده عاليه وبتطبق الزياده التدريجيه على مدار الاسابيع، طبعا مع وجود نسبه بروتين كافيه. طيب لما تيجي تبدا تنشيف وتبدا تمشي على عجز من السعرات هتبدا تخسر وزن، ولكن اللي هيحدد انك هتخسر دهون ولا هتخسر عضلات هو الضغط اللي انت حاطه على جسمك. لو استمريت تحط نفس الضغط بشده عاليه فجسمك هيلاقي سبب انه يحافظ على الكتله العضليه، لكن لو فجاه عليت العدات وبتتمرن بوزن قليل وشده مش كافيه فهنا جسمك مش هيلاقي اي سبب انه يحافظ على نفس الكتله العضليه، والوزن اللي هتخسره هيكون من الدهون ومن العضلات. بالعكس انا عايزك في فتره التنشيف انك تحافظ على نفس اوزانك، بل بالعكس انا عايزك تتطور. هتقول لي اتطور ازاي وانا اصلا باكل اكل قليل؟ ده هياخدنا للغلطه الثانيه، وهو انك عامل عجز كبير في السعرات الحراريه. جت فتره التنشيف عملت عجز كبير وبتاكل كميات اكل قليله، كل ده مش هيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. انا فاهم انك عايز تخسر دهون باسرع فتره ممكنه، ولكن مش دايما مجهود اسرع هيساوي نتيجه احسن. في معلومه اكيد انت سمعتها وهو انك في فتره التنشيف بتقطع نشويات وبتقطع دهون وبتزود نسبه البروتين، والكلام ده مش صح. صحيح انك هتخسر وزن وهتخسر وزن كبير في البدايه، لكن خلينا متفقين على حاجه، ان الوزن اللي انت عمال تخسره ده مش من الدهون بس، ده من الدهون والسوائل واحتمال يكون من العضلات. لان ببساطه المعدل الصحيح لنزول الوزن هو من نص ل1% من وزن جسمك في الاسبوع، مش اكتر من كده. فالزياده اللي انت بتنزلهم ده بتكون من السوائل خصوصا في البدايه، وده بسبب نسبه الكرب القليله. المهم لما تقطع كرب مره واحده فانت بتحرم جسمك من مصدر الطاقه المحبب والمفضل ليه من غير ما تهيئ جسمك على ده، وهنا هتبدا تظهر عليك بعض الاعراض. دايما مصدع وطاقتك قليله ونفسيتك صفر ومش طايق حد ومش قادر تروح الجيم، وعشان مفيش طاقه زي الاول فاوزانك هتقل غصب عنك وادائك في التمرين مش هيكون احسن حاجه، فبالتالي هتكون عرضة انك تخسر عضلات بشكل اسرع. بس انا هنا حابب اتكلم على حاجة بسيطة، ان الناس اللي ماشية على كيتو دايت فدي ناس اوريدي الجسم اتعود انه ياخد مصدر الطاقة من الدهون، وعلى الاغلب بياكلوا سعرات كافية.
من الأساس لما تمشي على عجز سعرات عالي فهتكون جعان طول اليوم، وده هيزود من فرصة إنك تبوظ في الدايت. ومش كده وبس، أنت ماشي على أكل قليل فهتجوع بالليل، فده هيأثر على جودة نومك، وهي دي الغلطة التالتة، إنك مش بتنام كفاية. لو بتنام 4 ولا 5 ساعات وشايف إنهم كفاية فأنت مفوت على نفسك نتائج كبيرة لو نمت 7 أو 9 ساعات. النوم بشكل عام من الحاجات المهملة، وبسبب ضغوط الحياة فأول حاجة بنيجي عليها هي عدد ساعات وجودة النوم، وده بيأثر سلب على حياتك ككل. لما نومك يتأثر بالسلب وتنام عدد ساعات قليلة أو حتى تنام عدد ساعات كتيرة ولكن بجودة سيئة، فده هيأثر بالسلب على استشفاء جسمك. استشفاء جسمك اتأثر بالسلب، ورحت التمرين ما قدرتش تتمرن بأوزان عالية فهتقلل أوزانك، فهنا برضه هنرجع إنك ممكن تخسر عضل. مش كده وبس، النوم القليل هيأثر بالسلب على هرمون الذكورة، وفي أكتر من دراسة بتربط ما بين عدد ساعات النوم وهرمون الذكورة. منها دراسة بتوضح إنك لو زودت بس عدد ساعات النوم من 4 ساعات ل 8 ساعات فهرمون الذكورة هيزيد الضعف. فتخيل معايا كده، بتتمرن بعدات عالية أوزان خفيفة، بتنام عدد ساعات قليلة، بتاكل أكل قليل، وكمان بتتمرن تمرين كارديو كتيرة. وهي دي الغلطة الرابعة والأخيرة معانا النهاردة. الكارديو هو نوع من أنواع التمرين ليه أكتر من صورة، زي العجلة، زي نط الحبل، وزي الجري، وصور تانية كتير. والكارديو بشكل عام ليه فوائد كتير، ولكن الحاجة اللي ممكن تخليك تخسر عضل بسبب الكارديو هو إنك تتمرن كارديو قبل تمرين المقاومة وتديله الأولوية القصوى. لازم نعرف في البداية إن الكارديو مش هو اللي هيخليك تخسر وزن. خسارة الوزن مش هتحصل غير لما تمشي على عجز من السعرات، والكارديو هو عامل مساعد هيخليك تحرق شوية سعرات زيادة. لكن دايما بنشوف الناس اللي عايزة تخسر دهون بتتمرن كارديو قبل تمرين المقاومة، وبتدي الأولوية القصوى لتمرين الكارديو، فبالتالي ده بيأثر بالسلب على أدائك في التمرين لأنك بذلت مجهود عالي في الكارديو، بالتالي هيأثر بالسلب على الأوزان اللي ممكن تشيلها. عشان كده الأفضل إنك تفصل ما بين الكارديو والمقاومة وتخليهم في أيام منفصلة أو حتى في نفس اليوم، ولكن ما بينهم عدد ساعات كافي إنك تدخل وجبة أو وجبتين، أو حتى تخلي تمرين الكارديو بعد تمرين المقاومة لو ما عندكش وقت. في النهاية الموضوع ممكن يكون بسيط، ولكن الغلطات دي سهل إن أي حد يقع فيها. عشان كده حاول تتجنب كل الغلطات دي وتحافظ على عضلاتك، لأن عضلاتك عملة صعبة حرفيا. وبس، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في فيديو جديد. سلام.